مساء الأكشن يا أبطال، يلا بينا. بتبدأ القصة النهاردة، بيبدأ مع شخص غامض بيدخل المحل وبيفضل يبص حواليه، وبعدها بيتكلم مع الراجل اللي بيشتغل جوه وبيطلب منه ياخد آلة غريبة علشان يصلحها. وللأسف أول ما الراجل بيمسك الآلة بتتفجر فيه، وبنكتشف في الآخر إن ده حرامي وجاي علشان يسرق. وبيقدر هو والعصابة بتاعته يدخلوا من باب سري وبيوصلوا لمكان تاني موجود تحت الأرض. والغريب إننا بنشوف تحت عالم تاني خالص، وبيمسكوا واحد من اللي موجودين وبيهددوه بالموت علشان يقول مكان البضاعة والفلوس. ولما الراجل بيرفض يتكلم، دارك بيفضل يضغط عليه وبيكون متأكد إن الراجل ده بيكذب، وبيضربه برصاصة كده في ودانه علشان يخاف أكتر. وطبعا الراجل بيضطر ينفذ كل كلامه بالحرف الواحد، وبياخدوه لأوضة سرية محدش يعرف مكانها خالص، وبنلاقي جواها فلوس كتيرة جدا. وطبعا هو وباقي العصابة بيفرحوا قوي وبيبدأوا يلموا في الفلوس في الشنط بتاعتهم. وبعد ما بيطمن ان كل الفلوس خرجت بره، بيقرر هو والعصابة بتاعته يتخلصوا من كل اللي موجودين، بما انهم شافوا قشه ومش بيكون عايز يسيب اي دليل وراه. وعلشان كده اول ما بيخرجوا كلهم بيفجروا الأوضة بالكامل، وبعدها بكام ساعة بيوصلوا لرئيس العصابة بتاعتهم وبيسلموه كل الفلوس اللي اخدوها. وبيفرح رئيس العصابة جدا بدارك لانه دايما بينفذ المهمة اللي مطلوبة منه على اكمل وجه، وعمره ما فشل ابدا. وبيبدأ يدي كل واحد الحصة بتاعته من الفلوس، وبيطلب من دارك ياخد كل الفلوس وينقلها لمكان آمن ويستخبى فترة كده لحد ما الدنيا تهدى شوية. والمشكلة اللي بتقابلهم ان الطيار بيكون تعبان جدا، فبيضطروا يجيبوا طيار جديد اول مرة يتعاملوا معاه. وبياخد كل الفلوس وبيطلع بيها على الطيارة، وللأسف بتحصل عاصفة جوية صعبة جدا، والطيارة بتبدأ تتهز وبتفقد التوازن لحد ما بتقع في وسط الجليد في مكان مهجور، ومحدش بيكون عارف مصير الفلوس ايه، وهل لسه موجودة لحد دلوقتي ولا خلاص ضاعت. وبنتعرف بعدها على شخص اسمه أرثر، وده عايش لوحده بقاله سنين في نفس المنطقة، وبيشتغل في أي حاجة علشان يكسب أي فلوس يقدر يعيش بيها. وبيقوم كل يوم الصبح علشان يعمل نفس الحاجة، وبيفضل يتفرج على صورة عيلته، وبعدها بياخد معدات الصيد وبيخرج علشان يصطاد أي حاجة ياكلها. ومش بيكون عارف إن النهاردة هيكون يوم مختلف جدا عن أي يوم. وفجأة وهو ماشي وسط الطريق بيشوف إيد شخص خارجة من الجليد، فبيتخض جدا من الموقف وبيفضل يخبط في الأرض لحد ما بيكسر شوية من التلج، وبتبدأ الجثة تظهر على السطح. وبنكتشف إن دي جثة الطيار نفسه اللي كان معاه كل الفلوس بتاعة العصابة. وبعدها بشوية أرثر بيشوف صندوق أسود كبير جنب الجثة، وبيبذل مجهود كبير جدا علشان يفتحه. وأول ما بيشوف اللي جواه بيتصدم أكتر من كمية الفلوس الكتيرة اللي مش قادر يعدها، وبيفكر في حياته الغريبة وإنه أصلا مش لاقي ياكل. وفجأة بيشوف فلوس كتيرة تقدر تعيشه هو وأولاده مرتاحين طول العمر. وبنفهم إن الصندوق ده مقاوم للمية، وعلشان كده الفلوس كلها ما تأثرتش بأي حاجة حصلت ليه، ولسه سليمة لحد دلوقتي. ومش بيكون عارف إن لسه في صناديق كتيرة موجودة تحت المية وكلها مليانة فلوس. ولما الليل بيجي بياخد الصندوق وبيرجع للخيمة بتاعته مرة تانية، وبيقعد يستريح وبياكل ومش بيفكر في كل اللي بيحصل حواليه ده. وتاني يوم الصبح بنتعرف على بنت تانية اسمها آنا، وبنفهم إنها بتشتغل في الشرطة وبتبذل مجهود كبير جدا علشان تحمي أهل البلد طول الوقت. وأول ما بتلاقي 2 من السياح مصممين يخرجوا في الجليد، بتحاول تقنعهم إن ده خطر جدا عليهم لأن الجو وحش الفترة دي واحتمال تحصل عاصفة ثلجية. ولما بتلاقيهم مصممين على موقفهم بتبوظ لهم الإطارات بتاعة العربية علشان ما يعرفوش يتحركوا. وطبعا الراجل بيتضايق جدا منها. وبعدها بنتعرف على واحد تاني اسمه بن، وده بيكون عايش في نفس البلد، وبنفهم انه بيشتغل كاهن وبعد عن طريق الشر اللي كان ماشي فيه لانه كان جزء من العصابة زمان. وفجأة دارك بيجي يتكلم معاه وبيطلب منه المساعدة، وبيحكي له على كل اللي حصل، وبيقول له ان في 20 مليون دولار مدفونين تحت الجليد، وده لان الطيارة اللي كانت بتنقلهم اتهورت وسط الجليد النهاردة الصبح، وهم قدروا يوصلوا للموقع بتاعها. ولانهم هما الاتنين اصحاب جدا، بن ما بيقدرش يرفض طلبه وبيوافق يساعده في الاخر، وبياخده علشان يروحوا للموقع اللي ظهرت فيه الطيارة اخر مرة. والغريب انهم لما بيوصلوا لهناك بيحسوا ان في حاجة غلط في الموقع، وبيفهموا ان في حد وصل للفلوس قبلهم، وان الشخص ده بيحاول يغير مكانه كل شوية علشان محدش يوصل له. وبيحاول دارك وبن يحطوا خطة علشان يمسكوا بيها الشخص ده في اسرع وقت ممكن. وفي الوقت ده آنا بتوصل لمكان بعد ما وصل لها ان في حادثة، وبيشرح لها شخص اسمه حيدر انه جاي هنا يدور على مراته. وبالصدفة بيشوفوا أرثر، وبتصمم انها تفتشه لانها بتستغرب شخص زيه بيعمل
ايه في مكان زي ده لوحده، وبعد كلام كتير جدا بينهم بتشوف الفلوس في الاخر وبتتصدم. واول حاجة بتعملها انها بتشك فيه وبتهدده بسلاحها علشان يتكلم، لحد ما بيحكي انه لقى الفلوس دي وسط الجليد وانه ملوش اي علاقة باللي بيحصل وما يعرفش كمان مصدر الفلوس ايه اصلا. ومن غير اي تفكير انا بتبعت رسالة لزمايلها وبتطلب دعم بسرعة، وبعد كام ثانية دريك ورجالته بيظهر قدامها وبتجبرها ترمي السلاح اللي معاها، وبيبدأوا يفتشوا الشنطة بتاعتها وبيتصدموا ان ده صندوق واحد بس، فبيضغطوا عليها علشان تقول على مكان باقي الفلوس، وبيكون متأكد انها هي اللي عاينة الباقي، ولما بترفض تتكلم بيستعد علشان يخلص عليها. وفي اللحظة دي آرثر بيهجم عليه وبيحاول ينقذ حياتها، وبتبدأ حرب بين الطرفين وكل واحد بيحاول يخلص على التاني. وللأسف حيدر بيموت بينهم، وآرثر بيحاول ياخد آنا ويهرب بسرعة، وبيستنوا الوقت المناسب وآنا بتركب العربية وبتسوق بسرعة بعد ما بتاخد آرثر معاها. ومن حظهم الوحش إن في واحدة من العصابة بتقدر تركب العربية معاهم على آخر لحظة، وبتبدأ هي وآرثر يضربوا بعض لحد ما بيتغلب عليها وبيرميها مع الفلوس بره العربية، وبتقع شنطة الفلوس في وسط الجليد قدام عينيها، وبتتصدم لما بتشوف الفلوس كلها مرمية في المية، وبتزعل عليهم جدا وبيغضب ديرك جدا لأن الإطار بتاع عربيته باظ وهم بيضربوا نار، ودلوقتي مش عارف يتحرك من مكانه خالص. وفي الوقت ده آنا بتحاول تطلب المساعدة من زميلها ماكس لأن الوضع بقى خطير جدا وخرج عن السيطرة، وبتحاول تفهم من آرثر كل اللي حصل معاه بالتفصيل. وبيبدأ آرثر يحكي له إنه لاقي جثة راجل موجودة في البحيرة وجنبها الصندوق اللي فيه الفلوس، وما يعرفش أي تفاصيل تانية خالص عن اللي حصل ولا باقي الفلوس اللي بيتكلموا عليها، وكل اللي كان بيفكر فيه إنه ياخد الفلوس وبس. وبيفتكر الطيارة اللي كانت موجودة تحت المية وبيشك إن باقي الفلوس ممكن تكون جواها، وساعتها آنا بتفهم إن دي عصابة كبيرة وإن دي مش مجرد فلوس عادية، وبتصمم تكشفهم وتقبض عليهم. وفجأة وهم بيتكلموا العربية بتعطل بيهم وبيضطروا يكملوا طريقهم مشي بما إنهم ما عندهمش أي حل تاني، وبيحاولوا يأمنوا نفسهم بأي أدوات تكون معاهم، وبيخافوا الجليد ينهار بيهم في أي لحظة ويغرقهم هما الاتنين في الآخر. وبياخدوا كل حاجة موجودة في العربية سواء حبل أو معدات، وبعد كده بيكملوا في طريقهم تاني. وشوية كده دارك بيوصل لنفس المكان وبيشوف العربية مركونة على جنب، وبيشوف إن دي فرصة كويسة علشان يقدر يمسكهم لأنهم أكيد مش هيقدروا يبعدوا المسافة طويلة. وفجأة وهم بيراقبوا الطريق الجليد بيبدأ ينهار من تحتهم، وللأسف صاحبهم بيغرق بالعربية ومحدش بيلحق ينقذ حياته من الموت. وبيفهم دارك إن آنا ذكية جدا وكانت عاملة حساب حاجة زي كده ومستعدة لها كمان، وعلشان كده سابت العربية وكملت على رجليها. وبيحاول دارك يلاقي طريقة يكملوا بيها في طريقهم من غير ما يفقدوا التوازن والجليد يتكسر تاني، وبيسيب كل الحاجات اللي ملهاش أي لازمة علشان الوزن يقل. وفي الوقت ده آنا وآرثر بيحسوا بالخطر وبيحاولوا يلاقوا مكان يستخبوا فيه بسرعة قبل العصابة ما توصل لهم. وفي اللحظة دي آرثر بيفتكر المخبأ بتاعه وبيشوف إنهم لازم يروحوا يستخبوا لحد ما يطلبوا المساعدة. وفجأة وهم بيتكلموا العصابة بتوصل لهم فعلا وبتبدأ حرب جديدة بينهم، وبيهجم واحد منهم على آرثر وبيفضل يضربوا فيه لحد ما بيغرقوا في المية. ولما آرثر بيحس بالخطر بيستخبى ومش بيعمل أي صوت وبيحاول يحمي نفسه من الرصاص، وفجأة بيمسك الراجل من رجليه وبيفضل يضربه بالسكينة وكمان بيوقعه في الفخ، وبيفضل الراجل يصرخ من كتر الألم وبيطلب المساعدة لحد ما بيموت في الآخر. وبيكمل آرثر وآنا في طريقهم، ولما العصابة بتوصل لنفس المكان بتتصدم سيرينا لما بتشوف جوزها ميت بالطريقة دي، وبتصمم تنتقم منهم بأي طريقة، وبتغضب جدا وبتفضل تصرخ وتعيط. وبيحاول ديرك يهديها على قد ما يقدر، وبيعرف ساعتها إن الموضوع ما بقاش فلوس وبس وإنه لازم ينتقم لموت أصحابه اللي ماتوا. وبنرجع تاني لآرثر وآنا اللي بيفضلوا ماشيين فترة طويلة في قلب الجليد، والوضع بيكون صعب جدا عليهم لدرجة إنهم بيتعبوا ومش بيكونوا قادرين يكملوا، وبيتعبوا أكتر لأن هدومه كلها مبلولة من بعد ما وقع في البحيرة، وبيكون مرهق جدا وحركته بتكون تقيلة، ولو كمل على الوضع ده أكيد هيموت كمان كام ساعة. ولأنهم مش عايزين يسيبوا آثار رجلين وراهم بيضطروا يمشوا في وسط المية، وده شيء طبعا بيكون متعب عليهم أكتر، وعلشان كده بيبذلوا مجهود أكبر بكتير من الأول. وبيفضل دارك وعصابته يدوروا عليهم في كل مكان زي المجانين لحد ما بيوصلوا لنفس النهر، وساعتها بيكونوا محتارين هم كملوا من أنهي اتجاه، ولأن بين من البلد وعارف كل حاجة عنها بيشوف إنهم مشوا على طول النهر علشان ما يسيبوش أي أثر وراهم، وبيصمموا يمشوا من نفس الاتجاه.
وكل واحد بيمشي في مكانه وبيصمموا يفتشوا المنطقة كلها، وبياخدوا حذرهم جدا لأن في أفخاخ كتيرة في الغابة. وللأسف لأن سيرينا بتكون غضبانة ومش بتفكر غير في الانتقام، ما بتكونش شايفة قدامها كويس وبتقع في الفخ وبتفضل تصرخ من كتر الألم وبتطلب المساعدة. وبعدها بفترة أرثر وأنا بيوصلوا للكهف وبيقرروا يستخبوا فيه، وبيكونوا متأكدين إن محدش هيقدر يوصل للمكان ده. وبتبدأ أنا تولع شوية نار علشان يتدفوا، وبتساعد أرثر علشان يستريح شوية. والأول مرة أرثر بيبدأ يتكلم عن نفسه وبيحكي لها إن مراته ماتت من فترة ومش قادر يعيش من بعدها، وعلشان كده ساب البلد وفضل عايش لوحده وسط الجليد في مكان مقطوع، وما كانش حابب يتواصل مع أي بشر تاني، وده لأنه حاسس بالذنب في موت مراته وإنه السبب في كل ده. وبيحكي لها كمان إنه كان ضابط في الجيش، ولما رجع من حرب العراق كان متدمر نفسيا وبدأ يشرب كتير جدا، وما كانش مركز مع مراته وبنته ولا حتى بيصرف عليهم، لدرجة ان بنته جالها سرطان وماتت من قلة الفلوس. وبعدها بفترة مراته كمان ماتت من كتر الحزن على بنتها، وفي لحظة بقى لوحده وكل حياته اتدمرت اكتر بكتير من الاول. وللأسف ما كانش قادر يعوضهم عن كل اللي عملوا فيهم، وفي نفس اليوم اخد كل حاجته وساب البيت وقرر ما يرجعش تاني مهما حصل. وطول الوقت ده بيحاول يعذب نفسه بأي طريقة، وما بقاش بيلمس المشروب ابدا، لدرجة انه كان مصمم يفضل عايش في وسط الجليد علشان يتعذب من كتر البرد كل يوم ويحس بالألم اللي كانوا بيحسوا بيه. وبتزعل أنا عليه جدا وعلى قصته، وبتحاول تهون عليه على قد ما تقدر وتدعمه. وفي الوقت ده العصابة بتتجمع في بيت علشان يستريحوا، بما ان سيرينا ما بقتش قادرة تمشي على رجليها. وبيجي رئيس العصابة وبيتكلم معاهم وبيكون متأكد ان في خيانة بينهم، وبيضرب نار على واحد منهم وبيصمم يخلص على الباقي لو ما جابوش الفلوس في أسرع وقت ممكن. وبنرجع تاني لأرثر وأنا، وأول ما بيوصلوا فريق الدعم بيكونوا عايزين يخلصوا على أرثر، ولكن أنا بتنقذه من بين إيديهم بالعافية، وبتشوف إن ده مش وقته خالص وإنهم لازم يخلصوا من المصيبة دي الأول وبعد كده يتحاسبوا. وبيقرروا يروحوا تاني لمكان الحادث، وفي الطريق بيشوفوا ثقوب كتيرة جدا في الأرض والجليد بدأ يتشقق، وبيفضلوا ماشيين فترة طويلة لحد تاني يوم الصبح. وبعدها بيوصلوا لخيمة خاصة بشوية من أهل البلد، وبيبدأ أرثر يحكي لهم كل اللي حصل بالتفصيل من الأول، وبيأكد ليهم إن الطيارة مليانة فلوس كتيرة جدا. ولما بيعرفوا بحوار الفلوس بيشوفوا إن دي فرصة كويسة وإن الفلوس تقدر تحل مشاكل كل أهل البلد. وبيحاول الزعيم بتاعهم يلاقي طريقة يخرجوا الفلوس دي بيها من تحت المية وياخدوها. وفي الوقت ده بيجي المساعد بتاع أنا، ومن كلامه معاها بتتصدم لما بتحس إنه مشترك مع العصابة وإنه بيلعب بيها. والغريب إنه بيحاول يقنعها تتعاون معاهم مقابل جزء من الفلوس، وبيأكد لها إن مفيش أي حد منهم هيأذيها طول ما هي بتسمع الكلام. وبتزعل أنا جدا منه ومش بتكون قادرة تصدق إنه خاين وبيبيع مبادئه علشان الفلوس. والموضوع بيكبر بينهم لحد ما بيهددها بسلاحه وبياخدها في العربية بالعافية، وبيصمم ياخد أرثر كمان. وطبعا مفيش أي حد بيقدر يساعدهم. وفي اللحظة دي أرثر بيبدأ يلعب في دماغه وبيشرح له إنهم يقدروا يتعاونوا مع بعض وياخدوا الفلوس كلها بدل ما يسلموها للعصابة ويدوا لهم ملاليم في المقابل. وفعلا الراجل بيبدأ يقتنع بكلامه وبيوافق يفتح الشنطة علشان يعرف الموقع. وأول ما بيمد إيده جواها بيقع في فخ وإيده بتتكسر وبيفضل يصرخ من كتر الألم، والعربية بتتقلب بيهم في الآخر. وبيقدر أرثر ياخد أنا ويخرج من العربية بكل سلام. وقبل ما يهربوا العصابة بتوصل لمكانهم وبيبدأوا يضربوا عليهم نار من كل حتة. وطبعا سيرينا بتحاول تقتل أرثر بأي طريقة وبتضربه بالنار في رجله وبتشل حركته بالكامل. وبيطلب الزعيم منهم يقتلوا أنا لأنهم مش محتاجينها في أي حاجة. والغريب إن بين بيرفض يعمل كده وبيشوف إن دي هتكون عقوبة كبيرة جدا، وبيرمي السلاح بتاعه وبيقرر يمشي لأنه مش عايز يشترك في جريمة زي دي. وطبعا زعيم العصابة بيتضايق منه وبيطلع سلاح وبيخلص عليه بدون أي تفكير. وفي اللحظة اللي بين بيقع فيها على الأرض بيشوف غاز الميثان منتشر في كل مكان، فبيستغل الفرصة وبيطلع ولعته وبيرميها في الأرض، وبيبدأوا كلهم يولعوا واحد ورا التاني. وبيستغل أرثر الفرصة وبيقوم يهرب بسرعة. وأول ما بيدخل المبنى بيشوف ديريك واقف وبيهدده بأنا، وبيصمم يعرف مكان الطيارة بالرغم من كل أصحابه اللي ماتوا وكل اللي بيفكر فيه الفلوس وبس. وبتستنى أنا الفرصة، وأول ما بتشوفه مشتت شوية بتهجم عليه وبتاخد السلاح وبتحصل معركة كبيرة بينهم هما التلاتة. وبعد مجهود كبير جدا أرثر بيقدر يتغلب عليه وبيقتله في الآخر. وبعدها بينزل في البحيرة وبيحاول يسترخي شوية. وبعدها بفترة بنشوفه عايش مع أهل البلد وبيحاول يبدأ من أول وجديد وينسى كل اللي حصل معاه زمان. وبنفهم كمان إنهم طلعوا الفلوس وأخدوا جزء كبير منها وساعدوا الأطفال وبنوا مستشفيات ومدارس وخبوا الحوار كله عن الحكومة. وعلشان كده كل أهل البلد بيحبوا أرثر، وده لأنه أنقذ حياتهم كلهم من الحياة اللي كانوا عايشينها. ومع الأيام بدأ يتعلق بأنا وبيقرر يرتبط بيها بعد ما اتأكد إنه بقى شخص كويس ويقدر يحمي عيلته من أي خطر
خطر ممكن يواجهه في المستقبل، واخيرا بيعيشوا كلهم مع بعض في سعادة كبيرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنت رأيك في القصة، وهل كنت هتعمل زي آرثر ولا كان عندك قرار تاني؟ مستني تعليقاتكم يا أبطال. سلام يا أبطال.